السلام عليكم متابعي قناة سبور ماتش، مرحبا بكم في فيديو جديد. علمنا أن إدارة الترجي الرياضي التونسي توصلت إلى اتفاق مع لاعبه الجزائري محمد أمين توغاي بعد أن قام الأخير بإرسال تنبيه إلى إدارة الفريق من أجل الحصول على متخلداته المتمثلة في منح الإنتاج. بموجب هذا الاتفاق تم تجاوز الخلاف القائم بين الطرفين، وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوباتها في خصوص الأحداث التي جدت عقب مباريات الدور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقد عاقبت اللجنة كل من بخيت خميس المدافع الأيسر للمريخ بحرمانه من اللعب لمدة 4 مباريات، إضافة إلى زميله في الفريق حارس المرمى أحمد بيتر لمقابلتين بسبب سوء السلوك وإثارة الشغب خلال مباراة أهلي طرابلس، وبالتالي سيغيبان عن مباراة الجولة الافتتاحية أمام الترجي الرياضي التونسي لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. وقال صانع ألعاب أبها السعودي سعد بقير إنه يملك عقد حتى جوان 2025 مع فريقه وسيواصل معه حتى نهاية هذا العقد، لكن إذا طلبه الترجي أو احتاجه ونجح في إقناع فريقه بالتفريط فيه سواء عن طريق البيع أو الإعارة فهو جاهز للعودة للفريق الذي توج معه بعدد كبير من الألقاب أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا. وأضاف بقير أن الترجي يملك حاليا رصيد بشري جيد. ما تنسوش تعطونا رأيكم في حتمية عودة سعد بقير للترجي، وهل يفيد الفريق في الوضعية هذه أم لا؟ وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.